هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة البرادعي. وعارفة اني متأخرة جامد، فالفيديو ده كان المفروض ان هو هيبقى دمج ما بين الحلقة 25 والحلقة 26، بس طبعا كلامي كله بلح ومش هيحصل. لان انا كنت مفكرة ان عشان حوار إليني وكده هيحطوا لنا مشهد واحد ولا حاجة، فلقيت ليهم كذا مشهد، فحسيت ان الفيديو هيبقى طويل. والصراحة أنا ماليش مود خالص إن أنا أعمل فيديو طويل النهاردة خالص، فقررت إن أنا أعمل لكم حلقة واحدة بس. ال25 عدوها، يعني عدوها. ووعد إن شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى عن الحلقة 26 و27 مع بعض، لأن الحلقة 27 ما فيهاش غير مشهد واحد، فالموضوع هيبقى سهل. وخلينا على طول بقى ندخل في الفيديو، يلا بينا. وندخل في اول مشهد من الحلقه ال25 لما كانوا بره العياده وقال لها هروح ادفنهم، فهي قالت له ندفنهم سوا. واضح جدا من لغه جسد ايسو، حركته السريعه ونبره صوته، انه في قمه توتره، والمواجهه مع عادل لسه عامله له قلق كبير. الحاله اللي كان فيها ايسو عباره عن انهيار عصبي مغلف بالعنف اللفظي. ايسو كان بيفش غله في الكلام علشان يداري على خوفه وتوتره من المواجهه مع عادل اللي باظ. ايسو مش شخص مؤذي بطبعه، ولكن اللي حصل خلاه يوصل لحاله من الضغط النفسي الكبير، وده بسبب واحد توتره من التسجيل. فكرة ان ايبوهان معاه التسجيل وممكن يجي في اي لحظة، ده كابوس بالنسبة له. اتنين، الشعور بالعجز. ايسو كان رايح يواجه عادل وينهي الحكاية، ولكن الموضوع اتقلب بإصابة أزمة. هو حاسس ان هو متكتف ومش عارف يتصرف، فبيطلع الغضب ده في صورة كلام عنيف، اللي هو هدفنهم، هجيب فلان وفلان وفلان وحطهم على بعض وادفنهم. هنا آلية دفاع، الكلام ده مش حقيقي، هو بيخرج التوتر والخوف اللي جواه. هو خايف من مواجهة عادل، فبيحاول يقنع نفسه قدام فاطمة ان هو قوي ومسيطر. طيب ليه فاطمة مشيت معاه في نفس الخط وقالت له طيب انا هاجي معاك وندفنهم سوا؟ هي كانت رايحة وراه كأنها مغيبة، لأن التوتر العالي بيخلي الإنسان يتصرف بدون وعي. لان زي ما ايسو كان بيفرغ طاقته بالكلام، هي كمان لما قالت انا جايه معاك وهندفنهم، كانت بتطلع كميه الكبت والخوف اللي هي حاسه بيه من تهديد ايبوهان وخوفها على ايسو وفاطمه كانوا في حاله توهان وسرعه شديده. واول ما فريده وقفتهم وقالت لهم اقعدوا مكانكم، استجابوا فورا وكانهم كانوا مستنيين حد يقول لهم كفايه اهدوا. في علم النفس لما الانسان بيوصل لقمه التوتر بيبقى محتاج سلطة خارجية أو صوت عقلي يفرمله. هم استجابوا لأنهم تعبوا من الهروب ومن تمثيلهم إن هم أقوياء. ولما حضنها ده كان لسببين: واحد، الاحتياج للأمان. الحضن ده هو المكان الوحيد اللي ايسو بيكون فيه ضعيف. هو ما كانش بيحضنها علشان يطمنها بس، انما كان بيسند نفسه عليها. اتنين، تفريغ الشحنة. الحضن ده هو اللي فرغ طاقة الغضب المزيف اللي كان بيطلعه تجاه الشخص اللي ضرب أسماء وأيبوهان. حضنهم لبعض بيبين ان الحقيقة هي ان الاتنين خايفين من المجهول، وان كل اللي فات ده كان مجرد دخان بيغطوا بيه على توترهم. ندخل في المشهد اللي بعده لما ايسو وفاطمة شافوا ايبوهان بعد الحادثة. لما ايسو وفاطمة شافوا ايبوهان حصل لهم خضة انسانية وشفقة حقيقية. نظرتهم لايبوهان ما كانش فيها اي شماتة. فاطمة زعلانة على صديق طفولتها واللي وصل له بسببه، وايسو بطبعه شخص مش مؤذي، وعشان كده حسوا بشفقة عليه من بشاعة المنظر ان شخص بيموت قدامهم حتى ولو كان عدوهم واذاهم قبل كده. كل المشاهد اللي فاتت دي مش مهمة قوي، خلينا بقى ندخل في ايه؟ في مشهد المواجهة مع عادل. وقبلها كان ايسو وفاطمة بره. فاطمة هنا خايفة جدا على ايسو. حركة ايديها وهي بتمسك راسها وبتحاول تسيطر على توترها بتوضح ان عقلها شغال في 100 سيناريو اسود. لما ضربته وقالت له توبة، بمعنى استغفر او ما تقولش كده، دي حركة بنشوفها لما حد بيكون بيحب حد وبيبقى خايف ان الفعل الوحش ده يتحقق. هي حتى مش قادرة تسمح فكرة ان هو ممكن يتأذي. لما ايسو قال قبل ما عادل يكسر دماغي، هو كان بيحاول يكسر حدة التوتر، بس رد فعلها خلاه يستوعب قد ايه هي مرعوبة، فبسرعة تراجع وقال توبة عشان يطمنه. اما ايسو قايل لها ايه؟ هقولك على حاجة تانية يا ستي، مهما يحصل جوه اعرفي ان ايسو بيحبك جدا. ايسو هنا قرر يكسر المسافة تماما. ميله براسه ناحيتها وهو بيكلمها بصوت واطي بيخلق حالة خاصة بيهم، كأنه بيعزلها عن العالم الخارجي وعن الخطر اللي مستنيهم جوه. هو بيقول لها كده عشان يثبتها. وإيسو برغم ان هو خايف من المواجهة فبيحط الحب كحقيقة مطلقة لا تقبل النقاش قبل ما يدخل لعادل. لما حطت ايديها على خده ورقبته، دي حركة تملك وحماية في نفس الوقت. هي كأنها بتستمد منه القوة وفي نفس الوقت بتحاول تطمن نفسها ان هو لسه موجود وملموس قدامها. فاطمة استسلمت تماما لمشاعرها، اعترافها ليه بانها هي كمان بتحبه وجنبه، هي هنا بتطمنه هو كمان. المشهد بيوضح صراع داخلي رهيب
هما مرعوبين من اللي هيحصل بس مطمنين بوجود بعض، وده اسمه في علم النفس الارتباط وقت الأزمات. ده بيخلي المشاعر أقوى بكتير من الظروف العادية، لأن الكلمة وقت الخوف بتبقى يا إما بتطمن يا إما بتكسر، وفي حالتهم الاتنين كانت طمأنينة لأن الاتنين اعترفوا وطمنوا بعض، فبقت الطمأنينة متبادلة قبل الدخول لعادل. اللحظة اللي مسك فيها ايديها قبل ما يدخلوا كانت بمثابة شحن طاقة. الحركة دي في لغة الجسد معناها التكاتف، يعني بينقل لها الأمان وبيقول لها إن إحنا الاتنين واحد وبيشارك معاها الحمل. وابتسامته ليها وهم داخلين دي ابتسامة طمأنة، واحنا كنا اتكلمنا عن الابتسامة دي قبل كده في الحلقة اللي فاتت لما قلت لكم في علم النفس الابتسامة وقت الخطر أو وقت الأزمة هدفها بيكون تقليل التوتر عند الطرف الثاني. وندخل في مشهد المواجهة مع عادل. لما فاطمة بدأت تتكلم وقالت له أخي وبعدين سكتت، هنا كانت هي في حالة تجمد إدراكي من كتر الخوف والتوتر، لسانها عجز عن الكلام. فإيسو فهم اللحظة دي فورا لأنه عنده ذكاء عاطفي كبير وحط إيده على كتفها. دي حركة تثبيت وتحمل مسؤولية واحتواء في نفس الوقت. وهنا قرر يقطع الكلام العاطفي اللي فاطمة ما قدرتش تكمله وينقل المواجهة لمنطقة الحقائق ويسمعه التسجيل. وبعدها بدأ يحكي وبجد شابوه الأردام في الحتة دي، لأن هو وصل لي قد إيه مرعوب وخايف وهو بيتكلم، كان صوته فيه كمية خوف، فبجد أبدع في الحتة دي الصراحة. يعني الخوف اللي ظهر في نبرة صوته كان خوف من رد فعل عادل الجسدية والعصبية. هو كان متوقع ضرب أو هجوم عنيف، وده اللي حصل فعلا لما عادل هجم عليه ومسكه من هدومه. رد فعل عادل كان تحفة وغير متوقع. هو عمل 3 حاجات خلينا نشرحهم. 1. الغضب الانفجاري. في الأول غريزة الأخ والعداء القديم سيطروا عليه، فكان لازم يخرج شحنة الغضب ده بالهجوم على إيسو. 2. نقطة التحول. عادل بص في عين إيسو ولقى فيهم صدق وكثرة. إيسو ما كانش بيدافع عن نفسه، هو كان ناوي يستقبل الضرب وهو ساكت، وده لما قال لعروج وكل اللي واقفين محدش فيكم يتدخل، وده اللي خلى عادل يهدى فجأة. 3. المفاجأة. عادل بدل ما يضرب إيسو شد إيسو عليه وبس راسه. الحركة دي يعني شكر صامت. عادل لقى نفسه في موقف صعب، هو الأخ اللي المفروض يحمي أخته، لكن العدو هو اللي قام بالدور ده. الحركة دي كان فيها اعتراف بجميل إيسو لما إيسو قال لعادل بس أنا بحب فاطمة، رغم إن فاطمة عارفة إن إيسو بيحبها ولسه قايل لها الكلام ده من ثواني، إلا إن سماع الكلمة دي قدام أخوها وقدام الكل في اللحظة دي لها واقع تاني خالص. بلغة الجسد نظرتها في اللحظة دي كان فيها نوع من الذهول الإيجابي، كأنها مش مصدقة إن إيسو عنده الشجاعة يعلن حبه فأكتر وقت هو فيه ضعيف وتحت رحمة عادل. الدموع اتغيرت من دموع رعب لدموع تأثر. فكرة إن إيسو مبررش الجواز بالظروف وبس ولكنه أصر يثبت الحب، ده خلى فاطمة تكتشف جانب جديد من رجولة إيسو في اللحظة دي بالذات، خصوصا لما الراجل بيعترف بحبه في وقت هو مهدد فيه بالموت أو الضرب. ده بيدي للست إحساس إن هي غالية جدا. لما عادل بس دماغ إيسو وقال له عارف، أصلا عادل عارف بحب إيسو لفاطمة من قبل ما إيسو نفسه يكتشف ده. ساعتها فاطمة كانت واقفة ومصدومة، هي كانت داخلة ومرعوبة إن إيسو يموت، لكن إن عادل يبوس على دماغه ويتفهمه ويصدقه جالها حالة ذهول، لأن الأمان اللي كانت بتحلم بيه اتحقق في ثانية واحدة وبطريقة ما كانتش متوقعة. وكانت مفكرة الحياة بقى لونها بامبي وأنا جنبك وأنت جنبي، وفي الآخر قام عادل معاقبها هي. عادل اختار البقاء لله، علشان قبل كده عادل في يوم الفرح قال لها لو اتجوزت إيسو عشان تحميني فأنا هموت. فهو هنا بيأكد ليها إن هو مات فعليا لأنها كذبت عليه. فاطمة في اللحظة دي كانت مقهورة، وأول ما عادل سحب منها الأمان إيسو عرض عليها أمانه فورا وحضنها. عادل خرج يقتله وفاطمة بتصرخ والدنيا والعة، والوحيد اللي كان هادي وثابت هو إيسو. الهدوء ده كان قوة احتواء. إيسو كان عارف إن فاطمة محتاجة ليه، فهو كان الحضن اللي ما بيتهزش وبيطمنها بلمسته إنه موجود. ندخل في المواجهة التانية تاني يوم مع عادل برضه. في البداية فاطمة قاعدة وضم رجلها وصدرها، وده في علم النفس وضعية دفاع. الشخص لما بيمر بصدمة عاطفية أو إحساس بالذنب بيحاول يضم جسمه لنفسه كأنه بيحمي نفسه من وجع أكبر. عينيها باصة في الفراغ مش باصة لإيسو ولا الأكل، هي ماهيش مع الناس اللي في الأوضة، هي عقلها وجسمها محبوسين جوه الفكرة اللي معذباها أخويا زعلان مني. لما فاطمة رفضت إن هي تاكل إيسو حط دماغه على كتفها. إيسو هنا بيعلن فشل كل محاولاته العقلانية والكلامية عشان يقنعها إن هي تاكل. لما الراجل بيحط دماغه بالمنظر ده، ده تصرف بيظهر الضعف الإنساني في قمة الحب. الحركة دي في علم النفس اسمها التنظيم المشترك. إيسو بيحاول يستخدم جسمه علشان يهدي جهازها العصبي المنهار. الحركة دي مزيج ما بين حب وعجز تام وخوفه عليها ومحاولة أخيرة للضغط العاطفي عليها عشان تاكل. لما عادل جه
هو رفض ان هو يتكلم مع فاضيمه، فقيسو وقف قدامه علشان يخليه يتكلم معاها. قيسو هنا اتحول من دور المحب لدور الحامي. قيسو لما شاف فاضيمه بتترجى عادل وعادل بيصدها ببرود، غريزه الحمايه عنده اتفعلت لاعلى درجه. قيسو حس ان عادل بيضغط على فاضيمه وبطريقته بيكسرها زياده. وقفت قيسو في وش عادل وقال له ما تعملش كده كذا مره. قيسو هنا بيقف كحيطه سد عشان يحمي نفسيه فاضيمه المنهاره. ليه عادل وافق ان هو يتكلم بعد ما قيسو وقف قدامه؟ عادل هنا مر بتغيير نفسي سريع لسببين. اول حاجه قيسو اثبت لعادل من غير ما يقصد ان هو راجل ويستاهل. لما شاف قيسو واقف بكل شجاعة بيدافع عن فاطمة وبيتحداه هو شخصيا عشانها، عادل نفسيا ورغم غضبه حس بحبه لأخته أكتر ومستعد يقف في وش أي حد عشانها. الرؤية دي هزت القناعة بتاعت عادل وخلته يقرر يواجههم ويقول لهم على الوجع اللي جواه. اتنين، عادل كان ساكت لأنه شايل بركان غضب جواه. كلمة قيسو كانت الشرارة اللي فجرت البركان ده. وندخل على الحتة اللي ضايقتني وعصبتني قوي. لما عادل كان بيشرح لها كل اللي جواه، وطبعا هو كان معاه حق 100%، فاداها مثال على أسماء ان هي كانت ممكن تعيش في الجحيم ده لو قيسو طلع مش راجل كويس او ايه ما بيحبهاش. قامت الاخت فاطمه قايله له بس انا مش أسماء، انا اتجوزت عشان احميك، بس انا بعد كده حبيت الراجل ده. كانها بتلغي كل الحلقات اللي فاتت قبل الجواز وكانها اتبخرت. ايه يا اخت فاطمه؟ في ناس طبعا هتقول لي ما هو يا ساره فعلا الحب ما جاش غير بعد الجواز. استني يما، يعني ايه الحب ما جاش غير بعد الجواز؟ الحب الكبير ما جاش غير بعد الجواز. هنشيل بس قيسو دلوقتي من الحته دي ونتكلم على فاطمه. فاطمه قبل الجواز ما كانتش بتحب قيسو او ما وصلش لدرجه كلمه حب، ولكن كان في انجذاب، كان في تأثر. يعني دليل ان تاني يوم فرحهم عادل كان هيرمي لي المعيز وشفتوا حالتها كانت عامله ازاي. ومن بعد الحوار ده اصلا علاقتها بقيسو اتحسنت خالص، لانها في التوقيت ده المفروض ان هي اكتشفت ان في حاجه جواها لقيسو. وقبل ما تقولوا لي ما هو يا ساره، هي عشان لسه مدركه مشاعرها الحلقه اللي فاتت فما كانتش عارفه تترجم المشاعر اللي فاتت دي. الشخص اللي بيحب او بعد ما يكون اعترف بحبه بيقعد مع نفسه كده وبيجي له فلاش باك لكل الحاجات اللي حصلت في الماضي عشان يعرف هو حبه امتى. من وجهه نظري يعني، انا مثلا حبيت شخص واعترفت بقى بحبي وكده، هقعد بقى مع نفسي هفضل افتكر كل اللحظات اللي كانت ما بيننا من اول ما شفته لحد اللحظه دي. فساعتها هكتشف ايه ده، هو كان معجب بيا في الحته دي، او ايه ده انا كنت معجبه بيه في الحته دي، اه انا كنت بغير عليه في الحته دي، اه انا حسيت بان انا بحبه في اللحظه دي. تمام. انا شايفه ان فاطمه فوتت فرصه قويه ان هي تتكلم على ماضيها مع عيسو، سواء الماضي اللي احنا ما نعرفوش هو فيه فعلا ماضي ولا لا من قبل الخط، او نلغي دي خالص ونتكلم على حته الانجذاب والتاثر اللي حصل قبل الجواز. مش هقول حب، مش هقول حب خالص، او انا ما بقولش حب اصلا، انا بقول ان كان في حاجه الكاتبه قعدت تبني فيها لحد ما وصلوا للجواز ولحد بعد الجواز. اللي قبل الجواز كان انجذاب وتاثر، واللي بعد الجواز كان حب. طيب ليه الكاتبة ما خلتش فاطمة ترد وتقول له أنا كنت عارفة إن هو مش هيأذيني، كنت عارفة إن هو مش شخص سيء، أو كان في انجذاب ما بيننا؟ الصراحة أنا في البداية كنت كاتبة إن دي غلطة من الكاتبة، إن هي يعني علشان تعمل دراما فخلتها ترد الرد ده، وده ممكن يكون وارد. بس بعد كده استنتجت حاجة تانية خالص، وده بعد ما شفت مواقف إيسو في الحلقة دي برضه. هتلاقوا أول موقف لما كان مع عروج الجروب اللي فطسني من الضحك لما كانوا بيعترفوا بكل حاجه بسهوله كده. لما كانوا بره العياده عروج راح جاي قايل له إيه، مش انت اتجوزت فاطمه عشان تحميها؟ فقيسو راح جاي قايل ايه؟ بحبها. ما قالش اه وبعد كده حبيتها، هو قال بحبها وراح جاي لافف راسه وماشي. دي كانت اول حته. تاني حته لما كانوا بيواجهوا عادل، فعادل قال له ايه؟ اتجوزت بنت عدوك عشان تحميها؟ فراح جاي قيسو قايل له في الاول كده بس انا بحبها يا اخي. ما قالش زي فاطمه بس انا بعد كده حبيتها. هو لا، هو كان غرض حمايه وفي نفس الوقت حب. فده خلاني امسح كل اللي كتبته، لان لو كان هو كمان قال بعد كده حبيتها، او في الموقفين سواء في الموقف الاولاني او في الموقف الثاني وقال بعد كده حبيتها، كانت الكاتبه مبينه ان اللي فات ده كله بتنجان وعشان بقى تعمل دراما واجواء وبتاع وخلاص. انما ان قيسو يذكر الحب مرتين في الحلقه
مش ان هو غرض انه يتجوزها حماية بس، انما كان حب كمان. ده خلاني استنتج بقى ايه الاستنتاج التاني ده. ايه هو بقى الاستنتاج؟ نفسيا فاطمة طول الحلقات اللي فاتت دي كلها كانت بتصارع مشاعرها، كانت حاسة بالذنب ان هي بتنجذب لواحد هو في الاصل عدوها. ان هي تعترف ان هي كانت منجذبة او متأثرة بالعدو قبل الجواز، ده معناه اعتراف بالغلط او الخيانة. فالاسهل لضميرها ولاخوها ان هي تقول ان الحب ده ما حصلش غير بعد الجواز، بعد ما اتعاملنا اكتر، فهو حصل غصب عني والحب جه، وكأنها بتشيل على نفسها ذنب الانجذاب لعدوها من الأول. الكاتبة ممكن تكون خلت الفضيمة ما تعترفش بالانجذاب ده علشان تحمي صورتها قدام أخوها. فأنا هتأمل إن الكاتبة تعمل لنا مشهد يعترفوا بيه بحبهم بتاع الماضي ده، يعترفوا بيه. الأول أنا قلت لو حصل في أي موقف كده مش هقتنع بيه، لأن في موقف عادل ما قالتوش وكده، بس لما فكرت تاني ممكن أقتنع بيه لو حصل في 3 حالات. يعني الحالة الأولى إن هما مثلا يكونوا قاعدين مع بعض وهما لوحدهم كده، ويقوم سائلها مثلا امتى اكتشفتي ان انت بتحبيني اول مره، او هي تساله نفس السؤال، وساعتها يحصل فلاش باك للحاجات القديمه كلها، ويعرفوا بقى هو امتى حصل الانجذاب الاولاني. 2، ممكن تكون فضفضة مع حد تاني وهم بيتكلموا عن الموضوع ده، او مواجهة مع شخص زي مثلا ايبوهان لو حاول ان هو يقلل من حبه، او يقول ان هو كان مجرد حماية فانتوا افتكرتوه حب، فساعتها قيسوا فاطمة او قيسوا لوحده او فاطمة لوحدها ينفجروا ويتكلموا ان كان في حاجة قبل الجواز. ممكن برضو في لحظة خطر او لحظة الفجر ان لو حد فيهم اتعرض لإصابة مميتة فيبقى قاعد جنب الشخص التاني ويجيله فلاش باك بكل مشاهدهم من الاول خالص. اتمنى الكاتبه ما تديناش على دماغنا وتعمل لنا مشاهد من النوع ده. هو لسه طبعا في سيزون تاني وممكن سيزون تالت، فقدامنا وقت كتير. فاتمنى الكاتبه ما تكونش لاغيه كل الحاجات دي، لان انا مش مقتنعه ان هي تكون لاغياها، لانها حقيقي بناتهم واحده واحده، يعني بنات علاقتهم واحده واحده من قبل الجواز. فمتامله ان شاء الله يبقى كده. نيجي للمشهد اللي بعده لما عادل خلص كلامه ومشي. ساعتها فاطمة انهارت وظهرت تعبيرات وش على قيسه ان هو اتضايق، وراح على طول حط دماغه للمرة التانية على كتفها. لما عادل خلص كلامه القاسي ومشي، قيسه وشه ظهر عليه ضيق وزعل حقيقي. الضيق ده بيدل على العجز التام. هو واقف وشايف فاطمة منهارة وبتموت من العياط قدامه، وهو مش قادر يوقف دموعها لأن السبب الأساسي في ده كله أخوها، فما يقدرش إن هو يضربه أو يتخانق معاه. قيسو ما سابش فاطمة تنهار لوحدها وقام رايح حاطط دماغه على كتفها للمرة التانية. المرة دي مختلفة عن المرة الأولى لما كانت رافضة إن هي تاكل. المرة الأولى كان عجز قدام الحزن، قيسو كان بيتعامل مع حالة حزن فاطمة إن هي مش قادرة تاكل ومش قادرة تنام، فكان واقف عاجز مش عارف يعمل إيه عشان ترجع لطبيعتها تاني. لما حط دماغه على كتفها وقتها كان فيها رجاء واستعطاف. في المرة التانية كانت احتواء الصدمة. هنا الوضع اختلف، قيسو مش بيتعامل مع حزن، هو بيتعامل مع زلزال عاطفي وصدمة فورية. عادل لسه كسر قلبها بكلامه ومشي. حطت دماغه المرة دي ما كانتش محايلة عشان تاكل، كانت سد خانة الأمان فورا. عشان كده الدافع النفسي اتغير من أرجوك كلي عشان ما تتعبيش لأنا هنا جنبك ومش هسيب. وبعدها على طول راح رايح شدتها في حضنه. قيسو وهو بيضمها جامد بيحاول يعمل حاجة اسمها في علم النفس الامتصاص العاطفي. هو بيقفل عليها بدراعاته كأنه بيطمن جسمها المنهار. فاطمة كانت مستنية بكل أمل إن عادل يسامحها، وفجأة عادل صدمها بكلامه ولف ظهره ومشي. فاطمة نفسيا حست بالفراغ، وده بيعمل صدمة نفسية للشخص، كأن الأرض اتهزت من تحت رجله وما بقاش فيه أي سند. لما قيسو يروح لها في ثانية ويحط دماغه على كتفها، هو هنا بيعمل حركة إنقاذ سريعة لنفسيتها. واحد بيملى الفراغ، عادل سابها ومشي، فهو بحركته دي بيقول لها لو هو ماشي وسابك فأنا هنا. 2، بيلحقها قبل ما تقع. الصدمة بتخلي البني آدم كأنه مكسور وضايع، فلما يحط راسه على كتفها هو هنا بيحسسها بالأمان عشان ما تنهارش أكتر. عادل طبعا بدأ يكسر الحاجات ويفرغ غضبه في المخزن، فهي اتخضت وهي في حضنه. الخضة دي في علم النفس بتعمل إثارة فورية لغريزة حماية عند الراجل. قيسو حس في اللحظة دي إن عادل مش بس مشي زعلان، ده بيمارس عنف وغضب بيخوف فاطمة وهي في حضنه. فعمل إيه؟ هو سابها ومشي كأنه رايح يواجه عادل، وفجأة اتراجع وراح راجع وواخدها وقال لها يلا بينا نمشي. لما عادل بدأ يكسر بره، قيسو حس بضغط نفسي على فاطمة. قيسو أدرك إن عادل في حالة جنون وغضب، والمواجهة مع شخص مش في وعيه هتقلب بخناقة كبيرة وهتجيب نتيجة عكسية هتضر نفسية فاطمة أكتر. فعشان خاطر فاطمة قرر إن هو ما يكملش ويرجع تاني. لما برطم وهو راجع بالكلام
دي في علم النفس اسمها venting، يعني التنفيس. إيسو جواه شحنة غضب رهيبة وعاوز يزعق ويتعارك، بس هو كابت الغضب ده عشان فاطمة، فالطاقة دي لازم تطلع في صورة الكلام ده. هو بيحاول يهدي بركانه الداخلي، فدي اسمها التنفيس عن الغضب يعني. فإيسو في اللحظة دي قرر ياخد فاطمة ويمشي، علشان نفسية فاطمة المنهارة أهم بكتير عنده من إنه يدخل خناقة مع عادل. وإيسو عمل كذا حركة جميلة أوي. أول حاجة لما هي اتخضت بس كتفها، ولما أخدها ومشي لبسها الجاكيت وكمان لبسها الجزمة. لما بس كتفها في علم النفس دي اسمها إعادة الطمأنينة، هو بيوصل رسالة لجسمها وبيقول لها ما تخافيش. دي حركة عاطفية وسريعة بتهدي ضربات قلبها. لما لبسها الجاكيت هو هنا عمل حاجتين. فاطمة مفروض ان هي مش في وعيها، اخوها بيكسر حاجات بره وزعلان منها، فهي مش قادره تاخد رد فعل وتمد ايديها وتلبس. فقيسو بادر وعمل الحركه دي بدلها علشان يشيل من عليها اي مجهود. بحركته دي هو بياخد دور القياده في الموقف، هو بيلبسها بسرعه علشان يختصر الوقت ويلم الموضوع ويخرجها فورا من مكان التوتر. لما لبسها الجزمة، الحتة دي بتعكس نفسية راجل بيحب وناضج لأعلى درجة. إن الراجل يوطي تحت رجل مراته ويلبسها الجزمة، دي حركة فيها تنازل كامل عن الكبرياء. إيسو بيعمل ده برضا تام من غير ما يفكر مرتين. إيسو بيثبت بأفعاله إن هو في قمة الرجولة، لأن الراجل اللي بجد هو اللي بيشيل مراته في وقت عجزها وكسرتها وما بيشوفش إن ده بيقلل منه. ندخل في المشهد اللي بعده وهم كانوا نازلين من على السلم. فاطمة كانت نازلة ورا إيسو وهي لسه تحت تأثير الصدمة، فبمجرد ما بعدت كام خطوة عن البيت مفعول الصدمة بدأ يروح وحل مكانه الانهيار الجسدي التام. هي ما قدرتش تكمل مشي وقعدت على السلم. ده تعبير بيدل على إن الحزن اللي جواها كبير ومش قادرة تشيله. إيسو لما لقاها قعدت ما أصرش إن هي تقوم ولا شدها، إنما نزل فورا وبقى في مستواها بالظبط. الموقف ده بيدي إحساس نفسيا بالدعم. لما قال لها كلمة باشن ساوسون، هنا هو بيبهرنا في طريقته في المواساة. إيسو هنا بيعمل حاجة في علم النفس اسمها أسلوب التأطير المعرفي علشان يخفف وجعها. هو قال لها إن جدته قالت له إن كلمة باش معناها جرح، يعني أصل الجملة معناها ليشفي جرحك أو سلامة جرحك. طب يعني ايه تقطير معرفي؟ يعني تغيير الزاوية اللي بنبص بيها للوجع او المصيبة عشان نشوفه بشكل مختلف عشان يخفف الألم. مثال بسرعة علشان تفهموا اللي هو عمله وعشان تفهموا كلمة إعادة التقطير. لو انت او انت مثلا عندك لوحة بس محطوطة في برواز لونه اسود، كل ما تشوفي اللوحة دي بتكتئبي. إعادة التقطير هنا هو انك بتشيلي البرواز ده وبتحطي برواز فيه ألوان مبهجة أكتر. اللوحة اللي هي الحدث نفسه ما اتغيرش، بس الطريقة اللي بقيتي تشوفي بيها اللوحة وتقبلك ليها اتغيرت تماما. فقيسوا هنا حول العزاء من صدمة لمواساة. فاطمة ربط عقلها بجملة العزاء اللي هي باشن ساوسون بموت أبوها وأمها، ودلوقتي بقى برفض أخوها ليها. الكلمة دي بتمثل ليها قاع الوجع والنكد وبتفكرها بكسرتها. قيسوا بقى عمل إيه؟ أخذ الكلمة وفككها وقال لها إن معناها الأصلي ليشفي جرح، فهنا غير المعنى من الموت للشفاء. البرواز القديم من ناحية فاطمة أنا لوحدي وأهلي ماتوا وأخويا زعلان مني ورفضني. البرواز الجديد بتاع إيسو الكلمة دي دعوة حنينة بالتعافي والناس بتقولها لك عشان يلم جرحك ويخف. الحركة دي خلت عقل فاطمة يتفرمل عن التفكير في الموت والرفض وبدأ يفكر في التعافي والشفاء. إيسو نقلها من خانة الضحية المكسورة لخانة الإنسان اللي جرحه هيخف ويتعافى. وبدل ما تبكي على الماضي بدأت تبص للحاضر اللي إيسو فيه واقف جنبها وبيداوي الجرح ده معاها. لما إيسو مسح دموعها وطمنها بصوته الهادي كان بيحاول يعمل لها عملية إعادة اتصال بالواقع عشان يسحبها من الأفكار الوحشة اللي في دماغها. لما حط دماغه على دماغها وهو بيقول لها هيتعافى جرحكم هيتعافى. الحركة دي في لغة الجسد هي قمة الالتزام والأمان. هو بينقل لها طاقته وثباته ويقينه بأن الجاي هيكون أفضل. لما فاطمة قالت لإيسو احنا ما عندناش بيت، فاطمة هنا حاسة باليتم النفسي والغربة. البيت بالنسبة لها كان عادئ. رد فعل إيسو بنظرة عينه اللي كان كلها حنان وسكوت بيأكد إن إيسو بقى هو البيت لفاطمة. وكمان ممكن الكاتبة بتلمح لينا إنهم هيبنوا بيتهم الخاص من أول وجديد ويكون بيت حقيقي مبني على الصراحة والأمان من غير شروط من حد. وندخل على المشهد السكر لما ناموا مع بعض لأول مرة. إيسو وهو بيساعدها تقلع الجاكيت. الحركة دي فيها استمرارية للرعاية. لما فاطمة سألته وقالت له وراك شغل فهو قال لها أيوة، فخافت وكمشت في نفسها وزعلت خصوصا إن هي محتاجة له. هو قام نازل وقايل لها إيه؟ أنت، يعني أنت شغلي. هنا بقى الكلمة اللي دوبت الزعل في ثانية. الحركة دي عملت كذا حاجة. واحد، صدمة إيجابية، فجأة نقلها من الخوف من إن هو يمشي ويسيبها لقمة الدلع والاهتمام. 2، تأكيد الأمان،
هو بيعرفها ان هي الاولويه عنده. لما قالت له خلاص نام انت كمان، هنا بيدل على الرغبه في القرب. هي مش عايزه تفرقه ولا يغيب عن عينيها ثانيه، هي طالعه لسه من صدمه فقدان، فبقى عندها خوف من ان ايسو يختفي او يبعد، فعاوزه تضمن ان هو هيبقى معاها في نفس الاوضه حتى وهي نايمه. ايسو فاهم دماغ فاطمه كويس، فعلى طول قام قايل لها تمام، قال لها علشان ما تصحيش وتقولي ايسو فين، راح فين، كان فين، فما فيش داعي. المرحلة الأولى نظريا هي شرحت له الحالة إن هي بتتعب وتتوتر لما هو بيغيب عنها 5 دقايق. المرحلة الثانية عمليا لما هو شاف الحالة دي لما هو كان مسموم. المرحلة الثالثة تطبيق حالا، هو فهم إن هي لو صحت وما لقيتهوش في الأوضة في ظل الصدمة والكسرة اللي هي فيها هتبقى خايفة ومتوترة، فقال لها مفيش داعي لده. هو هنا بيقفل الباب تماما قدام أي توتر ممكن يحصل لها. هو قرر إن هو يريحها ويطمنها من غير أي ضغط، وإن مفيش داعي لقلة راحتها دي. النظرة اللي كلها حب من فاطمة في اللحظة دي، هي بصت له بنظرة ممتنة فيها تسليم كامل واعتراف جوه قلبها إن إيسو هو أمانها الوحيد. لما حط ايده على كتفها دي فيها طبطبة وتثبيت، كأنه بيقول لها اهدي وريحي عقلك وروحي نامي، وهو بيغطيها وبيعدل عليها الغطا. الحركة دي في لغة الجسد اسمها التغليف العاطفي، هو بيوفر لها الأمان والدفء والحماية والدعم. لما قرب وقال لها صباح الخير، ظهرت ابتسامة على وش فاطمة، دي ابتسامة الارتياح والتسليم. طيب هو ليه أخد المخدة ونام على الأرض مع إنهم خلاص اعترفوا بحبهم لبعض؟ كان ممكن ياخد خطوة وينام جنبها على السرير. ليه عمل كده؟ 1. احترام ضعفها وكسرتها. فاطمة لسه منهارة وحاسة باليتم العاطفي بسبب اللي حصل مع عادل. إيسو لو كان استغل الفرصة دي ونام جنبها، كانت فاطمة هتحس إن هو بيستغل ضعفها واحتياجها للأمان علشان يفرض قربه عليها. حب يحسسها إن وجوده في اللحظة دي للدعم والحماية بس، مش عشان ياخد خطوة في علاقتهم وهي مش في وعيها أو تحت تأثير الصدمة. 2. الحفاظ على منطقة الأمان بتاعتها. فاطمة من يوم ما اتجوزت وهي بتنام على السرير، والسرير بيمثل لها مساحتها الخاصة. إيسو حب يحافظ على المساحة دي علشان ما يحسسهاش بالضغط، كأنه بيقول لها حتى لو احنا اعترفنا بالحب أنا مش هغير القواعد اللي بتريحك وتطمنك من غير ما تطلبي ده. هو التزم بمكانه على الأرض، وده اللي خلى فاطمة تاخد القرار وتنزل له هي. إيسو اتصرف كسند حقيقي مش زوج بيحاول يفرض نفسه عليها. لما نزل هي تنزل من مساحتها الخاصة علشان تدخل عالم إيسو، ده كسر للحاجز النفسي علشان تبقى جنبه. إيسو حس بنزولها وعارف إن هي وراه، بالرغم من ده ملفش، وده لسبب احترام خجلها ومساحتها. إيسو عارف إن خطوة زي دي من فاطمة محتاجة شجاعة كبيرة، لو كان لف وبص لها فورا كانت ممكن تحس بالإحراج. هو سابها تاخد وقتها وراحتها تماما من غير أي ضغط من النظرات. أول ما إيد فاطمة لمسته، إيسو غمض عينه وخد نفس. إيسو بقاله فترة طويلة مستني اللحظة دي، ومستني فاطمة تكسر الحواجز اللي بينهم. غمضة عينه فيها استرخاء كامل وسلام داخلي بعد يوم طويل مليان ضغط وتعب. حركة ان هو لمس ايديها وبعدين اخدها حطها على قلبه. هو حط ايده فوق ايديها بمنتهى الهدوء والحنان علشان يحسسها بوجوده، ولما سحب ايديها وثبتها فوق صدره. الحركة دي في علم النفس اسمها الاحتواء العاطفي. منطقة الصدر والقلب في علم النفس هي أكتر منطقة حساسة وبتمثل المشاعر. لما بيسمح لها تلمس نبضات قلبه في وقت ضعفها، هو بيشاركها أعمق حتة جواه. هو هنا بيديها ملكية لقلبه. الابتسامة اللي ظهرت على وش فاطمة وهي ساندة على ظهره، دي ابتسامة الوصول لبر الأمان. بعد ما كانت حاسة باليتم والخوف، أول ما حست بدقات قلبه وإن إيده حاضنة إيدها، كل الخوف اختفى. نومهم مع بعض بالطريقة دي على الأرض قفل صفحة الوجع وأعلن بداية يوم جديد هما الاتنين فيه سند لبعض. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تعملوا لي لايك واشتراك، وهستنى تعليقاتكم الجميلة زي كل مرة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي بعده. سلام.